اهلا بيكم في قناه كايرو جاردن. فاكرين عملنا دي الحلقه اللي فاتت؟ هحط لكم اللينك على الشاشه دلوقتي عشان تشوفوها، ودي كان اسمها تيراريوم او حديقه صغيره في وعاء زجاجي. النهارده هنعمل حاجه شبهها بس اسمها اكواتيك تيراريوم، يعني نباتات مائيه برضه في وعاء زجاجي بس مغلق. لو انت اول مره تتفرج على فيديوهات كايرو جاردن وبتحب الزراعه اشترك في القناه علشان تشوف كل الفيديوهات الجديده بتاعتنا. ده الاول مره بيتعرض على اليوتيوب، انا دورت عليه مش موجود خالص. الزراعه دي لنباتات مائيه بتجيبها من اي حد بتاع اسماك، بتاع اللي بيربي اسماك طبعا، او المحلات بتاعه الاسماك عنده زراعه او نباتات اللي هي بتنمو في الحوض بتاع السمك. انا جبت النباتات دي من عند برضو محل بتاع الاسماك بنفس الطريقه بالظبط. بنحط في البدايه زلط كبير، فاكرين الزلط ده قلت لكم انتوا ممكن تجيبوه من اي من على الشط البحر او من اي حد بتاع معدات بناء. بنبدا نحط الزلط في الطبقه اللي تحت خالص، وبعد ما بحط الزلط ده بحط بقى زلط صغير برضو اللي استخدمناه في الفيديو اللي فات. الزلط الصغير ده برضو بتجيبه من محلات اللي هي تربيه الاسماك، بيبقى اللي هو بيتحط في الحوض بتاع السمك من تحت. هنا مش هستخدم في الفيديو ده غير نوعين بس من الزلط الصغير خالص ده والزلط التخين. لو عندك شوية فحم صغير جدا ممكن تستخدمه علشان ينقي المياه. انا مش هستخدم غير الزلط والزلط الكبير والنباتات بس. دلوقتي بسويه بس شوية وبعدين ببدأ احط النباتات بتاعتي، وزي ما وضحت لكم النباتات دي انا جبتها من محلات تربية الاسماك. دي نوع من نباتات بتتربى جوه المية، يعني ممكن تغطيها لغايه الاخر، وممكن انا مش هغطيها طبعا لغايه الاخر، انا هخلي نصها بره علشان يبقى التنفس بتاعها سليم. ودي برضو تجربه بس يعني لغايه دلوقتي هي ناجحه. ببدا احفر للنباتات واحده واحده وبحطه بالشكل او الديزاين اللي انا حابب ان يبان بيه من الازاز، بمعنى ان لازم من كل النواحي يبقى شكل الزرع باين وشكله كويس، ما يكونش فيه زرعه مغطيه على زرعه تانية. النباتات اللي انا جبتها دي كلها بتتربى او بتتواجد تحت الميه، فما فيهاش اي مشكله خالص ان هي تتغطى لغايه جذورها بالميه. انا حطيت دلوقتي اول نبات، انا هستخدم 4 نباتات في الفيديو ده. النبات التاني برضو ببدأ اعمل بنفس الطريقة، بحفر له في الزلط. اهم حاجة وانت بتحفر في الزلط ان انت ما تقطعش الجذور، لان تقطيع الجذور ممكن يأثر على نمو النبات بتاعك. هرجع تاني اقول لك النباتات دي او الطريقة دي باستخدام الزلط بس، ما ينفعش تستخدمها مع زراعات تانية. هنغطي جذور النبات كامل بالمية، فاي نبات تاني ممكن يعفن او يتخنق من كتر المية. دلوقتي انا بحط النبات التالت اهو. دلوقتي بحاول دايما طبعا ان من كل الزوايا يكون شكل الزرع بتاعي باين بشكل كويس جدا. حاول وانت بتعمل الخطوات دي كلها ما تضغطش على الازاز علشان طبعا ما تبقعوش. زي ما انتم شايفين كده خلصت خلاص، حطيت ال4 نباتات. دايما اختار اشكال مختلفة، ما تختاروش كله شكل واحد. دلوقتي هنبدأ في المرحلة الاخيرة قبل الاخيرة، وهي وضع المية. زي ما انتم شايفين انا بدأت احط المية، بغطي بس لغاية فوق الجذور، يعني لغاية معدل اللي هو قبل ما النبات نفسه يوصل. لو غطيت شوية زيادة او شوية اقل مش هيأثر. دلوقتي انا حطيت شوية زلط كبير فوق علشان طبعا يتماسك الجذور بتاعتي، لان هي لسه محطوطة ما مسكتش في التربة. هبدأ اغطيها بحاجة زي كلينج فيل او زي بلاستيك. حاول طبعا يكون شفاف خالص علشان المنظر الجمالي. كده انا خلصت. طبعا الحصول على النباتات دي ممكن يكون صعب شوية، بس محتاج شوية تدوير. دور عليها، لو لقيتها هيبقى شكل الفازة زي ما انت شايف كده، فازة جواها زرع ومية وزلط، ما فيهاش اي تربة، ما فيهاش اي حاجة، شكلها ممتاز جدا. مش بتحتاج ان انت تفتح خالص، بس لو حابب تفتح تدخل شوية هواء براحتك. هي بتطلع اكسجين وبتظبط نفسها، ما تشغلش بالك بيها. زي ما انتم شايفين الصورة دي بعد اسبوع من الزراعة كل الزرع مفتح وما فيهوش اي مشكلة خالص. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. ده اول مرة على اليوتيوب قناة كايرو جاردن، بحاول اجيب لكم كل حاجة جديدة. اشترك في القناة واعمل لايك علشان تدعم القناة وتعمل لنا سبورت، واعمل شير وريه لاصحابك عشان دي فكرة ممكن حد يكون عايز يجربها. شكرا لمشاهدتك الفيديو، واتمنى تشترك في القناة عشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديدة. شكرا واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. مع السلامة.